كان في راجل غني جدا قعد في يوم مع نفسه وقال: ازاي عندي كل حاجة وعايش العيشة المرفهة دي ومع ذلك حاسس بفراغ شديد في حياتي؟ وبدأ يسأل نفسه: ايه اللي ناقصني عشان اكون مستريح واخلص من الاحساس ده؟ ولما تعب من التفكير راح لراجل حكيم عشان يطلب مشورته ويقول له عن المشاعر اللي هو حاسس بيها. اخد الراجل الحكيم وقفوا قدام شباك وبصوا هما الاتنين من الشباك، وسأل الحكيم الراجل الغني: انت شايف ايه؟ رد الغني: شايف السما بلونها الجميل، وشايف عصافير على الشجر وطيور طايرة في كل مكان. قال له الحكيم: بص على الشارع وقول لي شايف ايه؟ قال له الغني: شايف ناس كتير رايحة وجاية، وناس بتبيع وناس بتشتري، وأطفال بيلعبوا مبسوطين. مسك الحكيم مراية غالية أوي واداها للغني وقال له بص فيها وقول لي شايف ايه؟ مسك الغني المراية وبص فيها وقال للحكيم: أنا مش شايف غير نفسي. قال له الحكيم: لما بصيت من الإزاز الشفاف الرخيص شفت السما بلونها الجميل وشفت الطيور والشجر وشفت الناس والأطفال، لكن لما بصيت في المراية الغالية ما شفتش غير نفسك وبس. حبك للمال زغلل عينيك، مش مخليك تشوف السما بجمالها ولا تشوف اخواتك اللي حواليك، مش مخليك تشوف غير نفسك وبس، وتسجنك في سجن الأنا. يا رب انزع عني محبة المال اللي كتير من الناس بيجروا وراها فيملك عليهم المال ويستعبدهم ويحرمهم انهم يشوفوا السما بجمالها، ويحرمهم من عمل الخير ومساعدة ولادك. خليني أشوف كل حاجة بعينيك البسيطة، ونجيني يا رب من سجن الأنا.